الإنسان أيها الأحبة كلما نظر إلى نعمة الله وعطاء الله وكرم الله زاد حياؤه من ربه. الله جل وعلا يقول لأهل مكة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لما الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا كانت هاتين النعمتين جالبتين لعبادة الله فكيف بنعم الله التي تنزل علينا في كل لحظات عمرنا، صحتك وعافيتك وكثير من نعم الله التي يعلمها الله وقد نسيناها. تأمل سبحان الله لما ذكر الله محمد بنعمته أمره أن يتقرب منه. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. إذا نظرت إلى نعمة الله تصب عليك فتقرب من الله، لأن النعمة تستقر بشكر الله وتذهب بالكفر بالله جل وعلا أو بالكفر بنعمة الله. لذلك الله يقول لمحمد إنا أعطيناك الكوثر. طيب ماذا يقابل هذه النعمة؟ فصل لربك وانحر.